جماعه هو ايه اللي بيحصل في الدوري الاسباني وتصريحات الدوري الاسباني والكلام الجميل اللي بيحصل ده؟ عشان بس ابقى فاهم. يعني انا راجل مدريدي، كنت اكتر واحد بطلع دافع عن هانسي فليك واقول قد ايه الراجل ده عنده شخصيه قويه، وقد ايه الراجل ده مش زي تشافي، وقد ايه الراجل ده مش هيرمي اللوم على حاجات تانية لو حصل وخسر. لكن تيجي دلوقتي بقى التصريحات اللي انت طالع لي فيها وتقول لي يا اصل الدوري الاسباني هو اقوى حاجه واقوى منافسه في الموسم، لو كسبت الدوري الاسباني معناها ان انت كسبت في 36 جوله. معلم خلاص خسرت عادي، خرجت من الانتر، هم كانوا احسن، انت كنت احسن، اللي حصل حصل وخرجت نقول ان احنا خرجنا من الانتر وهنيجي الموسم اللي جاي الحال. لكن بقى الدوري الاسباني هو اهم بطوله في السنه، الدوري الاسباني مش اهم بطوله في السنه، وانت ما كانش هدفك الدوري الاسباني، وجماهيرك ما كانش هدفهم الدوري الاسباني، ورئيس ناديك والاداره كلها ما كانش هدفها الدوري الاسباني. مش هنحور على بعض. وجدي انا مش فاهم، هو احنا جايبين تيك توكر مش مدرب؟ انت جاي تقصف جبهات؟ ما تشوف اللي بيدوك على وشك يا حبيبي، بقالهم 3 كلاسيكوات ورا بعض. جدي انشيلوتي طلع في المؤتمر الصحفي بيقول لك ده هيبقى اخر كلاسيكو الموسم ده عشان برشلونه مش موجوده في كاس العالم للانديه. حبيبي هو افيه حلو يعني، ممكن نضحك عليه كجماهير ريال مدريد واحنا بنسف على غريمي، بس انت ليك عين منين تقول الافيه؟ يعني احنا جماهير بنسف على برشلونه لما خرجوا من الابطال، جماهير، ما انت مدرب ليك عين منين يا حبيبي؟ انت واخد منهم 3 كلاسيكو منهم 2 سكور، خلي فيه احساس شويه. بعدين مش اخر كلاسيكو عشان انت هتطرد مثلا، اخر كلاسيكو عشان هم مش هيلعبوا كاس العالم للانديه. ماشي يا سيدي.